ان اي حاجة بتحصل في حياتنا بتبقى حجة علينا. يعني ايه؟ يعني انه مفيش اي حاجة في الحياة بتحصل out of nowhere او من غير سبب. كل حاجة في الحياة بتحصل ربنا يدبر الامر، بتحصل لسبب، بتحصل لهدف. لازم تتعلم حاجة من كل موقف بيحصل في حياتك. عشان كده المؤمن لا يقع في الجحر مرتين. يعني المؤمن ما يقعش في نفس الغلط مرتين. طب لو هو مش مركز اصلا في الحاجات اللي بتحصل له، وبتحصل له ليه، المفروض يتعلم منها ايه، المفروض ده يغير في شخصيته ايه، هيتغير ازاي، هيتعلم ازاي. فاهمين ازاي؟ لحظة. فعشان كده لازم المؤمن يفكر في اي موقف بيحصل في حياته عشان ده يغيره للأحسن. عشان احنا هدفنا في الحياة انه نوصل لأحسن نسخة من نفسنا، نعبد ربنا بأحسن طريقة، نكون مؤمنين بأحسن طريقة، ناخد أكبر قدر من الحسنات. وكل موقف يزود يقيننا في ربنا ويزود ثقتنا في قدرة ربنا.